جريدة اسمها شباب الأحرار كتبت بالخط العريض إن فاروق حسني كان يسير في مظاهرة شذوذ جنسي لدعمه. فأنا صرت طبعا المجلة دي كان أول أنا ما جيت ذهبت للرئاسة. في ناس بيقولوا إن عندهم فيديوهات. لا كذب، اللي عنده يجيبه وله عندي مليون جنيه. اللي عنده أمامك أهو أديله مليون جنيه وهو واحد. مفيش فيديو. لما بعد فترة أيام قليلة كنت مع المرحوم زكي بدر، وكان في استقبالات رسمية، وقال لي بالحرف الواحد: تعرف مين اللي عمل فيك الفصل ده؟ قلت له مين؟ قال لي موافق. قلت له مين موافق؟ قال لي صفوت الشريف، وكان صفوت الشريف ماشي كده. قال لي وانا ابلغت الرئيس، فانا عايز اقول انه جاءني رئيس حزب الاحرار انذاك مصطفى كامل مراد، وجاء معه محمد فريد زكريا وهو موجود الان وسوف يقرأ هذا، واعتذروا لي اعتذار شديد جدا وانه خطأ ما هوش مقصود. واخيرا التقيت محمد فريد زكريا واعترف انها كانت مدبره. وده اللي قيل وده اللي اتقال، لان لا انا مشيت في مظاهره ولا في اي حاجه من دي، وده شيء من نسج الخيال. واللي عنده حاجه يقولها. هو انا كنت في صحراء؟ هو انا مش كنت الملحق الثقافي في باريس، وكان في عاطف صدقي وعبد الاحد جمال الدين ويحيى الجمل وفتحي السرور والدكتور واحمد وزير الخارجيه احمد ابو الغيط، لا احمد ماهر وممدوح البلتاجي واسمه ايه علي السماء. هو انا كنت في صحراء؟ كل دول يعني يعني عمليه غريبه جدا. ودي من ساعتها بقى كل واحد اخذها التكئه عشان يضايقك. تشهد عليه المواقع اللي موجوده في مصر، مواقع كلها انا متشرف بيها تماما، وارجو ان يكون الشعب ايضا متشرف بها، لانها اوسمه على صدر كل محافظه وفي كل موقع وفي كل كيان. يبقى فاروق حسني ثاني المتحفظ الذي سوف يكون